أنقل تحياته وأنقل كلامه الأبوي اللي أوصاني أني أوصل لهم، واعتزازه فيهم ومحبته لهم واهتمامه حتى وهو هناك يسأل عنهم في كل لحظة. فأتمنى إن شاء الله يا رب أنهم يرجعون منصورين وفخورين حنا فيهم، وتفخر فيهم بلدهم دائما. وإن شاء الله يا رب أنهم يرجعون سالمين وغانمين إن شاء الله. سمو الأمير طال عمرك تزورون نجران وهي تحت القصف. نعم. ولا شك بأن زيارة رجل دولة بحجم سموكم طال عمرك تعني لأهالي نجران ناسا وأرضا الشيء الكثير. طال عمرك كيف تعلمون سمو الأمير؟ أولا حقيقة بديت في حديث كلامي قلت لك أنا سعيد جدا أني أزور المنطقة هذه. أولا لزيارة رجالنا الأبطال، رجال القوات المسلحة، رجال الحرس الوطني، رجال وزارة الداخلية، ورجال وزارة الدفاع، ورجال الأمن في كل مكان. وكذلك الحقيقة رد جميل لوفاء أهل نجران وأهل جميع مناطق الحدود سواء ظهران الجنوب أو جيزان لما قاموا فيه من وفاء وصدق التعامل مع الرجال العسكريين، وكانوا هم أكثر عسكرية من رجالنا العسكريين، وكانوا حقيقة مثال للرجل المخلص الوفي لوطنه لدينه ثم لوطنه ومليكه. فلهذا لهم مني كل التحية وكل المحبة، ويا رب إن شاء الله أن الله يجمعنا وإياهم دائما على خير. سمو الأمير، كيف يرى سموكم مستوى التنسيق بين قوات الحرس الوطني وقوات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية؟ نحن حقيقة أنت شايف اليوم في غرفة عمليات مشتركة الحمد لله مشاركة فيها جميع القطاعات العسكرية، لهذا التنسيق على أفضل مستوى، الاتصالات على أفضل مستوى. الحمد لله اليوم كل جهة من الجهات العسكرية هي عارفة واجبها كاملا، ودائما في التنسيق موجود، والحمد لله رب العالمين. هذا هو من أسباب النجاح في هذه العملية.